بسم الله الرحمن الرحيم. سوف نتحدث عن تفسير سورة البقرة آية 178 179 وأمثلة تاريخية عليها. يقول الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، ذلك تخفيف من ربكم ورحمة، فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. صدق الله العظيم. تفسير هذه الآيات: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، أي فرض عليكم أن تقتصوا للمقتول من قاتله بالمساواة دون بغي أو عدوان. الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، أي اقتصوا من الجاني فقط، فإذا قتل الحر بالحر فاقتلوه به، وإذا قتل العبد بالعبد فاقتلوه به، وكذلك الأنثى بالأنثى، ولا تعتدوا فتقتلوا غير الجاني، فإن أخذ غير الجاني ليس بقصاص بل هو ظلم واعتداء. فمن عفي له من أخيه شيء، أي فمن ترك له من دم أخيه المقتول شيء وأسقط القصاص راضيا بقبول الدية، فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، أي فعلى العافي اتباع للقاتل بالمعروف بأن يطالبه بالدية بلا عنف ولا إرهاق، وعلى القاتل أداء الدية إلى العافي بلا مطل ولا بخس، ذلك تخفيف من ربكم ورحمة، أي ما شرعته لكم من العفو إلى الدية تخفيف من ربكم عليكم ورحمة منه لكم. ففي الدية تخفيف على القاتل ونفع لأولياء القتيل. فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم، أي فمن اعتدى على القاتل بعد قبول الدية فله عذاب أليم في الآخرة. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، أي ولكم يا أولي العقول فيما شرعت من القصاص حياة، أي أنه إذا قتل نفسا قتل بها يرتدع وينزجر عن القتل، فيحفظ حياته وحياة من أراد قتله، وبذلك تصان الدماء وتحفظ حياة الناس. لعلكم تتقون، أي لعلكم تتقون محارم الله ومآثمه. الأمثلة التاريخية على هذه الآيات: يعد من أبرز الأمثلة على ذلك شخصية خماروي ابن أحمد بن طولون، عندما قضى على تمرد أخيه أبي عباس بقتله عند توليه السلطة بعد وفاة أبيه، ولكن دارت الدائرة عليه عندما ارتحل إلى دمشق لمتابعة أحوال بلاد الشام، وبينما كان في قصره هناك دخلت عليه بعض جواريه وخدامه فذبحوه في فراشه عام 282 هجريا. ومن الأمثلة الأخرى على هذا الموضوع أيضا شخصية شجر الدر، التي تعد من المشكلات التي فشل المعز أيبك في القضاء عليها، حيث أرغمته على هجر زوجته الأولى، حيث أنها كانت الزوجة الثانية له بعد تنازلها عن العرش، وحرمت عليه زيارتها هي وابنها. ولما سئم أيبك معها خطب ابنة بدر الدين لؤلؤ صاحب الموصل، فكانت نهايته على يد شجر الدر، فهب مماليك أيبك للانتقام من شجر الدر فقاموا بقتلها. وينطبق هذا الموضوع على شخصية المعز أيبك نفسه، عندما قضى على تمرد أقطاي الذي بلغ من النفوذ والقوة ما فاق سطوة السلطان أيبك، كما انتحل أقطاي أيضا لنفسه بعد تقاليد السلطنة، وزاد على ذلك بأن طلب من أيبك السماح لزوجته ابنة الملك المظفر تقي الدين محمود صاحب حماه بالسكن في قلعة الجبل، مما أدى إلى قتله على يد أيبك، ولكن أيبك قتل على يد شجر الدر كما أوضحت في الحديث عن شجر الدر. ومن الممكن أيضا أن نطبق هذا الموضوع أيضا على شخصية أقطاي عندما اشترك في قتل توران شاه ابن نجم الدين أيوب، فبعد أن فرغ توران شاه من إفطاره في خيمته بفارسكور تقدم إليه بيبرس البندقداري وضربه بسيفه ضربة تلقاها بيده فقطعت أصابعه، وجرى توران شاه ليحتمي ببرج خشبي في معسكره على شاطئ النيل، فأضرم المتآمرون النار في البرج، فنزل يجري صوب النيل والسهام تناله من كل جانب، فرمى نفسه في المياه ولحقه أقطاي فقتله. ولكن في عهد أيبك ولما فاقت سطوته قتل على يد أيبك كما أوضحت مسبقا. ويعد شخصية الخليفة العباسي المنتصر بالله ابن المتوكل على الله خير مثال على هذا الموضوع، حيث اشترك مع الأتراك الذين شعروا بخطورة أبيه المتوكل في قتل أبيه، لأنه كان ناقما على أبيه
قسوته مع العلويين واضطهاده لهم في الوقت الذي كان يكن لهم التعاطف والتأييد، الأمر الذي دفع المتوكل الأب إلى اعتزامه بإحداث تغيير في ولاية العهد بتقديم ابنه الثاني المعتز بالله بدلا منه. لذلك بادر المنتصر بالمشاركة في مؤامرة اغتيال أبيه، والتي انتهت بقتل المتوكل على يد وصيف وبغى، وولوا المنتصر الخلافة. ولكن في عهد المنتصر عزم المنتصر على التخلص من الأتراك لشدة كراهيته لهم، الأمر الذي أثار مخاوفهم لهم، فأغروا طبيبه ابن طيفور وأعطوه 30,000 دينار، فوضع السم في مشرته فمات مسموما بعد 6 أشهر فقط من توليه الخلافة. وآخر مثال، وعندما نتكلم في هذا الموضوع لابد أن نعطي شخصية الظاهر بيبرس مثلا، حيث أنه لم يجد بيبرس من قطز تقديرا لما أبداه من شجاعة في محاربة التتار، فقد رفض قطز أن يولي بيبرس ولاية حلب التي سبق أن وعده بها، فصمم بيبرس على قتل قطز. وعند الصالحية أثناء عودة قطز بجيشه إلى مصر، وثب بيبرس والمتآمرون معه على قطز وقتلوه. وكان من الطبيعي أن تؤول السلطة إلى بيبرس بوصفه أقوى الأمراء البحرية تطبيقا للمبدأ السياسي الذي صارت عليه دولة سلاطين المماليك، الحكم لمن غلب. ويقول أحد المؤرخين في نهاية بيبرس أنه مات بالسم على يد أحد خدامه أو على يد الخليفة العباسي. وأقصد بهذه الأمثلة التاريخية أن الذي يقتل من أجل أي شيء فسوف يقتل بعد حين، وذلك تطبيقا لمبدأ القصاص الذي فرضه الله علينا، ويعد ذلك عقوبة من يقتل في الدنيا. وإلى اللقاء في الموضوع القادم إن شاء الله تعالى، وشكرا على حسن استماعكم.